كلمة بقى جميلة أنت قلتها لشخص. كلمة جميلة قلتها لشخص هتصدقني يعني؟ والله كان عادي يعني. كان في واحد على الله خالص كده كان بيجي والناس تمشيه يعني. خدته انا احتويته وقعدته هنا شويه وبتاع. كان مبسوط جدا جدا. مش عايز اقول لك كميه الدعاء اللي دعاهولي. يعني انا متهيألي من ضمن السعاده اللي انا فيها حاليا الدعاء اللي الراجل ده دعاهولي. انت لو شفته انت يعني ايا كان حد يشوفه ما كانش يرضى حتى يسلم عليه. انا قعدته وكرمته وخليته لدرجه ان هو وصل بيقول لي انت اول واحد في حياتي يكرمني. الحمد لله. الله يكرمك الله يكرمك. كتير برضه يعني مثلا يعني في ناس كتير قوي بتفرح مثلا لما ايه لما بقول له يا ابو فلان، يعني لما بيبقى لسه يعني ايه يعني انا بحب اقول لحماده، كلهم بيقولوا له حماده، انا بحب اقول له يا ابو امن. امن مع امن، انا بحب اقولها له فبحس ان هي بتبسطه. اكتر كلمه حلوه مش هتخلى عنك. خلع عنك. انا قلت له انا حضنت امي وبستها من راسها عشان هي عاوزه تهتم بينا، مش عاوزنا نحتاج لحد، عاوزنا نبقى رافعين راسنا لفوق، نبقى شايلين قيمه لنفسينا كده، مش تسوق. لا قلت امي قالت لي انا بحبك، وقلت لها انا بحبك عشان بتحبني، بتهتم بيا. مش اجمل كلمه قلتها لشخص حسام اخويا لما نجح في الثانويه العامه، قلت له انت نجحت، ما كانش مصدق وخدني بالحضن وقال لي مش متخيل طبعا ان هو يكون اخد ثانويه عامه يعني او كده يعني. فهو كان مصمم يخش كليه حقوق عشان هو نفسه يطلع محامي. هو دلوقتي محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. طالعه من قلبي كانت لمراتي اسمها رضوى. قلت لها بحبك. احنا شباب واكيد عرفنا واتقابلنا ومش عارف ايه وكده، بس اكتر شخص انا قلت له الكلمه دي كانت من قلبي هي دي. انا بقول لابني وبنتي واولادي، اقول لهم ربنا يهديكم ويصلح احوالكم. دي اكتر حاجه يعني الدعاء ليهم يعني، بدعي لهم. تفتكر بقى كلمة حلوة قلتها لحد بسطته؟ الحمد لله كتير. زي الراجل اللي واقف ده، تعالى هنا تعالى. الراجل اللي واقف ده ربنا من عليه وطلع عمره وهو صغير، وبعد ما طلع عمره وهو صغير جه في يوم بيصبح عليا كده، بقول له يا احمد صباح الفل، بقول له يا احمد صباح الفل، تعالى عايزك، انت ربنا من عليك وطلعت عمره ان شاء الله ربنا يكتبها لك وتطلع حجه كبيره. قال لي لا، راح مشي. قلت له خد قول ان شاء الله، ما تقولش لا. راح قال لي ان شاء الله وراح مشي تاني. كمل له بقى انت. جينا بعد منها ربنا كرمنا وحكيت بفضل الله. لا احكي له السبب ايه وحصل ايه وكده زي ما بتحكي لي. السبب اللي حصل، انا اهل بيتي بيقولوا لي بارك لاخويا فببارك لهم، فانا غيرت موضوع الحج وكده عشان انا طلعت عمر وسعيت واجتهدت وربنا كرمني وبحجة حجه كبيره الحمد لله بتوفيق من ربنا. كلمة بقى حلوة تفتكرها أنت قلتها لحد بسطته؟ كلمه مثلا قلت لابويا وامي ربنا يخليكم ليا، وهم صراحه هم رفعوني يعني شأن القضية اللي أنت بتحس فيها. كلمة حلوة بقى أنت قلتها لحد وبسطته. هي كتير. يا يابا مثلا، يا ابويا، يا حاج، جدي. الكلمه دي في كام واحد هنا بيحبوا الكلمتين دول. برضه خاطروا بيها برضه والدتي، لان انا كنت متعلق جدا بوالدتي. تفتكر موقف معين قلت حاجة حلوة؟ لا حاجات كتير يعني، مش موقف معين يعني، حاجات كتير يعني. لما كانت بتبقى متضايقه او زعلانه كنت لازم ان انا اكبر بخاطرها، حتى يعني ممكن اكون مش انا اللي مضايقها بس لازم اكبر بخاطرها عشان كنت بخاف عليها جدا. كانت على طول بتدعي لي، مش عارف راعي ربنا فين. والله انا مش بشكر في نفسي. يعني ممكن الاقي شاب بيشرب سجاير مثلا او الحاجه التانيه اللي بالك فيها، فممكن ياخده على جنب، انت ممكن تاكل لقمه حلوه، ممكن كده
يعني بص السن انا قد ايه وبقدر اقف اشتغل. يعني انا برضو غلطت زمان وافضل افهمه ان الشيء ده يدمرك. يعني بص السن انا ان انا في السن ده بقدر اقف اشتغل واعمل شغل واقدر اروح واجي. فبرضو لو انت دمرت نفسك مش هتقدر توصل لسن وتعمل كده، هتخسر صحتك وبتخسر فلوسك. دي انا قلتها لناس كتير وشباب كتير برضه على جنب، مش بالخناق ولا لان احنا الشرع حتى بتاعنا دل الناس بس بالحق. يعني المفروض الشرع حرام تفهم الواحد واحد اتنين تلاته الموضوع ده حرام. وفي حاجات كتير انا ممتنع فيها مش اي حد. انا ممكن اقنعه ان الشرع حرام ربنا ما رضاش بيه واحد اتنين تلاته، في ناس بتقتنع كتير. مش لازم يكون صاحبي او قريبي او اخويا او ابن خالتي او كده يعني. يعني انا عندي ولاد اخواتي المهندسين وي بيقولوا فاكر لما كنت بتلمنا وتقول لنا الحرام والحرام، قلت لهم انتوا لسه فاكرين؟ ايام ما كنا عيال صغيرين. ورغم اللي احنا يعني اتربينا على كده، اب مش متعلم ولا حاجه وام، بس كان الحرام شيء والحلال شيء، فلازم تبعد على الحرام. الحرام باشكاله. ان شاء الله حتى لو مؤاخذه الجنيه اللي لقيته في الارض سيبه لما حد حس عليه باخده. اما الحرام حرام والحلال حلال. مش عارفه مش عارفه يعني حاجات كتير. لما بتكبر خاطر اللي قدامك انت ذات نفسك بتحس بالفرحه وهو كمان بيحس بالفرحه، فلازم ان انت تكبر خاطر اللي قدامك بس. انا بقول للناس كلها انا بحبكم بس. انا مش عايز حاجه منكم غير ان انتوا تحبوني زي ما بحبكم. ان انا اقول للناس صباح الخير. خلي بالك من نفسك والحاجات دي يعني. كلمة حلوة افتكرها بسطته. زوجتي لما قلت لها ان انا هتجوزها. ربنا يخليك يا رب. كلمة قلتها لحد بسطته؟ لا، ما هو زي ما المثل بيقول كده، مش تشرك نفسا لابليس. هقول لك انا بقول يعني هو الواحد الحمد لله بقى بيتعامل مع الناس كلها كويس، وبحب الناس كلها وما بكرهش حد وما بحبش ازعل حد، وعامل يعني بالمثل بتاع خد لك من كل بلد سواحل. بس انا دايما اقول للناس كلها حبايبي واصحابي كل سنه هم طيبين، وشعب مصر كله كل سنه. انا بحب مصر قوي وبغير عليها قوي والله. ربنا يخليك. طبعا لما اقول لوالدتي ان انا بحبك كده بنبسط خالص. هي تعرف ان احنا عندنا مشكله، انا ما اعرف بالنسبه للعرب ولا في جفاف عاطفي كده، الناس ما بتوصل المعلومات او المشاعر للناس، ودي حاجه سخيفه خالص. يعني انت يعني الواحد بعد ما يموت حتقول له انا بحبك، يعني هو جنبك عندك صح؟ الافضل انك عندك صديقك موجود جنبك تقول له انا بحبك، عندك زوجتك امك اخواتك كده. الحياه دي الواحد الافضل انه يقول الحين، لانه بعدين ممكن ما تلقى الناس دي، هتلقاهم يا سافروا يا توفوا يا ماتوا. فدي قيمه جميله خالص المفروض الواحد يعني يهتم فيها، انه تبادل المشاعر بين الناس، انك تعبر عن مشاعرك للناس اللي حولك يعني، والحياه تبسطهم بتبسطك انت نفسك يعني. بعدين الحاجه دي هي بيقولوا عليها زي ما اعرف اقول لك الكلمه ايه، زي لما تصرف فلوس انت بيرجعوا لك صح، فانت لما تعطي واحد مشاعر بيرجع لك زي انكاش زمان يعني. احسن كلمه قلتها لشخص قلت له انك لازم تبقى انت ليا وبس، والاهم من ده كله يعني يكون ليا، ما يبقاش حد تاني خالص. ان في ساعتها لو حاجه تانيه حصلت مش عارفه ايه ممكن يحصل بصراحه. الحمد لله.